عزيزي المشجع الجميل، طبعا كلنا عارفين ان جمهور النادي الاهلي بيحب ويدعم كهربا بشكل كبير جدا، ولكن جمهور النادي الاهلي يستحيل يحب لاعب اكتر من النادي نفسه. ودي رسالة لكهربا. يا كهربا، مهما كان حب الجمهور لك، مهما كان دعمه لك، اوعى تفتكر في يوم من الايام ان هيكون الجمهور ده يحبك اكتر من النادي، لان ده سر وقوة كبيرة جدا عند النادي الاهلي، الا وهي ان الجميع وما فيهم الجمهور ويمكن اولهم بيعلو مصلحة النادي فوق مصلحة اي حد، حتى لو كان لاعب بيحب. ايه المشكله اللي حصلت بقى ما بين كولر وكهربا الفتره الاخيره دي؟ وهل على اثر المشكله دي كهربا يرحل من النادي الاهلي ولا لا؟ خلينا افرد لك الاحداث كلها واقول لك الامور كلها، وانت يا صديقي احكم بنفسك واكتب لي في التعليقات. بس في البدايه ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو، لما مشترك في القناه تشترك وتفعل زر الجرس، ويلا بينا نخش في المفيد والتفاصيل. بعد مباراه الاهلي وفاركو، طبعا كعاده مارسيل كولر بعد كل مباراه بياخد اللعيبه اللي كانت قاعده احتياطي مع اللعيبه اللي لعبت وقت قليل، وبيخليهم كده يلعبوا تمرينه خفيفه عشان الاحمال البدنيه واللياقه والكلام ده كله. فطبعا من ضمن اللاعبين دول كان كهربا. انزل يا عم كهربا اتمرن مع اللعيبه. تمام، كهربا ينزل يتمرن، واحده اتنين هوبا، لا ده انا عندي اصابه سامحوني انا ماشي، وقام سايب الملعب او سايب التمرينه وماشي. ليه يا عم كهربا ماشي؟ قال لك معلش اصل انا مصاب. لما جه مارسيل كولر بيكلم الجهاز الفني، يا جماعه ازاي مصاب؟ ما هو كان قاعد على الدكه. هل لو كان كهربا نزل تبديل كان هيقول برضه انا عندي اصابه ولا لا؟ دي مشكله وتساؤل. ده ادى الى ان مارسيل كولر امر بالتحقيق مع كهربا في الموضوع ده ويشوف ايه جدوته والكلام ده كله، وبالفعل تم التحقيق مع كهربا. ولكن لما تيجي تبص هنا او تشوف الموضوع من وجهه نظر كهربا بص للموضوع ازاي وتفسيرا للاحداث دي. اولا كهربا قاعد على الدكه والنادي الاهلي بيلعب والدنيا تمام، وجه مارسيل كولر حابب يغير. المفروض هو ولا موديست؟ لو جيت سالت اي مشجع هيقول لك كهربا افضل من موديست، وكل الناس شايفه ان كهربا افضل من موديست. تمام، اقوم منزل موديست اللي خلاص ناقص له ماتش ولا اتنين ويمشي، وانا اللي قاعد معاك ومستمر، ما تنزلنيش وتديني الثقه وتديني الدفعه؟ لا. فهنا كهربا تحس ان هو حس او جاله شعور كده يعني غير لطيف وشعور بالقهر شويه. يا عم انت مستقصدني ليه؟ ما تنزلني، ما تلعبني، ما تعمل والكلام ده كله. ولما نزل يتمرن تحس ان دي النفس كبر عليه شويه، فقال لك خلاص معلش سامحوني انا هلبس وامشي اصل انا مصاب. لما تيجي كده تحسبها من وجهه نظر كهربا تقول والله ده اللاعب عنده حق، بس مع النادي الاهلي وسيستم النادي الاهلي اللي ما فيهوش مشاعر، وده شيء كويس جدا ان انا في الاخر اللاعب لاعب والمدرب مدرب، ولازما كل واحد يقوم بدوره. فالنادي الاهلي هيطبق اللائحه، النادي الاهلي هيطبق اللائحه، في غرامه على كهربا، في غرامه على كهربا. لكن لما تيجي تبص لها بقى وتيجي تنصح كهربا، يا عم كهربا المفروض ان انت تستحمل وتصبر، معلش راجل جاي عليك شويه بس معلش استحمل، والفرصه هتجيلك ولو مكتوب لك هتلعب رغم اي حد، فانت تهدى وتصبر. موديست كده مش هيكمل معاك وماشي، ومش هيبقى فيه غيرك وسام ابو علي، فخلاص الدنيا هتكون ما بينكم والمنافسه هتكون ما بينكم وهو ما قداموش غيرك. بس في نفس الوقت تيجي تبص برضو على اداره النادي الاهلي واللي بتعمله اداره النادي الاهلي، انها دلوقتي بتبحث عن مهاجم اجنبي ومهاجم محلي. طب كهربا هيكون فين؟ ما بالك الراجل اللي هيمشي بعد ماتشين الراجل مازال بيلعبه على كهربا. طب انا حتى لما يجيب مهاجم ويجيب التاني انا هروح فين بعد كده؟ فتحس ان كهربا الدنيا اسودت في وشه. وهنا بقى على اداره النادي الاهلي بعد طبعا ما تطبق اللائحه على كهربا لازما تبحث لكهربا او تناقش موضوع ان كهربا يخرج اعاره سنه مثلا. الموضوع هيفيد الكل، هيفيد كهربا من حيث الماديات، ان الراجل بقى يروح يعمل له قرشين حلوين في السعوديه او في اي دوله في الخليج ويرجع عشان يسد الغرامه بتاعته ويعوض الخساره اللي حصلت له دي. والنقطه الثانيه ان انت في النهايه شايف ان كولر مش مقتنع بيه 100% في حته راس الحربه دي، فبالتالي هتجيب بدايل له، كولر يديها الفرصه وتلعب افضل ما انت يكون معاك لاعب قاعد وعمال على بطال بيعمل لك مشاكل بسبب ضيق نفسه. ففي النهايه لازم تبص للامور كلها من حته واحده. هل كولر غلطان؟ ممكن يكون من وجهه نظرك انت كمشجع غلطان، ولكن سياسه الاهلي دايما وابدا بتدي للمدير الفني حقه 100% في اختيار اي لاعب، لان هو في الاخر اللي بيجي بيتحاسب على الشيله كلها. وايضا اللاعب لازم يصبر، ولازم كهربا يكون اهدى من كده بكتير. وعندك مثال مثلا لمحمد مجدي قفشه، هو كان موجود قفشه وكان نجم متالق واخد راجل مباراه في مباراه، وبعد كده الماتش اللي بعده على طول كان تقريبا خارج القايمه.
في امور كده بتحصل من مارسيل كولر طبيعي، وفي النهايه هو معاه 30 لاعب فعايز يدور الدنيا ما بينهم عشان خاطر ياخد افضل حاجه، وفي الاخر هو المسؤول. يا كهربا تختلف معاه تتفق معاه، انا شايف ان كهربا اخطا. زعلان كهربا، من حقه يزعل، ومفيش لاعب يبقى قاعد احتياطي ويكون لاعب مكانه داخل الملعب الناس مش راضيه عنه ويكون فرحان، ده طبيعي. بس في النهايه لازما تلتزم بسيستم النادي الاهلي. هو ده الموضوع يا صديقي باختصار. ما تنساش تقول لي رايك في التعليقات، تعمل لايك وشير، لو مشترك في القناه تشترك، فعل زر الجرس. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.